اليوم غنشوف واحد القصة حقيقية عاودتها واحد الإنسانة. قالت لك: السلام اختي زينب. المهم، هذه واحد لاباج فيسبوك كيعاودوا التجارب ديال الناس. كنت مع واحد على علاقة لمدة أكثر من 14 سنة. كنا صغار، صبرت معاه حتى خدم، واخا ماشي شي خدمة تيتخلص 3000 درهم. وفي هاد الزمان ما كيدير والو، بقيت صابرة معاه، كنت فارضة الاحترام عليه، بقات معاه حتى دارت السيدة 37 عام. كتفاجأ واحد النهار جا عندها قال لها: ما عندي ما ندير، بنتي اصلا كبيره، ما بقاش الوقت فين نتزوجوا. السيد تقلب عليها وبقات كتشوف فيه، وخرجت ليه دعوه وحده قالت لي: الله يخلصك. ومع ذلك كان كيجيو بزاف الخطاب وما كتبغيش، وشاءت القدر انها دفع القرعه امريكان وتهزات فيها وتقبلات، وخدمت تقريبا شي عام وهو ما في خبر والو، بحيث ان هاد السيده هذه ما نساتوش، وصيفطات واحد الدريه صاحبتها وقالت لها: سيري هضري معاه، سيري قولي ليه راني مشيت الميريكان وسهل عليا الله. وما اتى من بعد هذا الشيء، ولا السيد كيقلب عليها ودايخ، تهزات به الدنيا، ولا كيقول لها: حبيبه انا كنبغيك، انا كنحماق عليك، تمنين ترجع معاك. والسيده اش كدير ليه؟ كتنتقم منه، غتنتقم منه واحد الانتقام خطير جدا. اشنو دارت ليه؟ خلاته وعيشته في الاوهام، وهي في نفس الوقت بليتو خاطبه واحد السيد باش يتزوجوا. اون فوا درت العرس، لاحت صوره في فيسبوك، السيد تصدم واحد الصدمه، بقى كيبكي عليها، تيقول لها: انت ما صدقتيش. ولكن الصدمه كانت صدمتان، حيت هو اللي يجري عليها في الاول، وفي الاخر هو اللي خاسر. لذا لذا اي واحد لذا كنقول اي واحد بغى يتزوج على الطمع يفكر، حيت اللي يتزوج على الطمع في الاخر كيولي خاسر. هذه قصه خاص يستافد منها اي واحد. ما نزوجوش على الطمع، نزوجو عن حب، ما نبقاوش مع انسان حيت كنضحكوا عليه ولا باغي منه مصلحه. السلام عليكم ورحمه الله.